السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرض مشاكل نجع الشوارع اللي اتعرض في منشطة الطبعة الأولى على سيادة العميد مهندس أحمد دسوقي رئيس جهاز مدينة برج العرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك اتذاع في نجع الشوارع على منشطة الطبعة الأولى مشاكل المواطنين هناك بتطالب بحقوق تقنين الأراضي، صرف صحي، مية، صرف رصف الشوارع، وعايزين نعرف حضرتك ايه رأيك في مطالب المواطنين هناك؟ بصي حضرتك، هي منطقة نجع الشوارع داخل حدود كردون مدينة برج العرب الجديدة. هو ده يعتبر تعديات على أراضي الدولة، فبالتالي ما اقدرش اطلع لهم تصريح ميه او كهرباء او صرف من جهات المدينه الا لما يقننوا اوضاعهم. غالبا هي الشكوى من ارتفاع اسعار الكهرباء والميه والتعاقدات اللي هم، انا يعني طبعا لما شفت الحلقه شفت اللي مكتوب فيها واللي هم طالبينه، لان هم اكيد عملوا نظام ممارسه. هو ما قدرش ياخد من عندي جواب رسمي علشان ملوش تصريح مباني، ملوش عقد ملكيه. يعني الكهرباء مش حقهم ان تقدم لهم عدادات رسمي او ميه رسمي لا مش حقه، لان هو معهوش عقد ملكيه، ما جاش قانون وضعه داخل الجهاز عشان ياخد مني جوابات رسميه اخاطب بيها شركه الكهرباء والميه اوصل بيها كهرباء وميه. بس هم بانيين بالفعل بيوت وعايشين مستقرين هناك. هو بنى هي منطقه تعديات وفي اراضي وفي قضايا مرفوعه ما بينهم وما بين الدوله ما اتحكمش فيها لغايه دلوقتي. فبالتالي لما يتحكم فيها لو له حق ويقنن وضعه هيجي يسدد حق الدوله، وبالتالي ياخد جواباته بتاعت الكهرباء والميه ويبدا يتعاقد رسمي بدل عقد الممارسه اللي هو عامله مع الكهرباء والميه. هيبقى التعاقد بقى رسمي وبسعر اقل من بالسعر العادي اللي هو بتاع اي شقه او اي وحده. هو اكيد دلوقتي بيشتكي من السعر العالي لانه بيتعامل مع شركه الكهرباء والميه مباشره دون الرجوع للجهاز، لانه مش من حقه يتعامل مع الجهاز دلوقتي طول ما هو وضعه مش مقنن. فبالتالي شركه الميه والكهرباء بتعمل له بقى المقايسه بتاعتها وبتعمل له عقد الممارسه بتاعتها بالاسعار اللي هي شايفاها، فبيضطر ان هو يرضخ لها طبعا. يعني هو من وجهه نظر حضرتك الاول نشوف حل في القضايا المرفوعه على المواطنين هيحكم لهم بايه؟ يستمروا في المكان ويتعايشوا فيه ولا هيخرجوا منه؟ تمام، ما هو ده اللي بيتعمل دلوقتي، ان بيدرس الحالات بتاعه التعديات دي والناس اللي ليها حق في التواجد، هل هم هيتنقلوا لاماكن تانية داخل المدينه سواء شقق جديده او اراضي جديده، علشان المكان دوت متخطط طبعا طبقا للمخطط الاستراتيجي ما يبقاش منطقه عشوائيه زي ما موجوده دلوقتي، يا اما هيتاخد مكانه اماكن تانية، يا اما في الحاله التانية ان هو هياخد تعويضات مقابل انه يسيب مكانه، او يتم بقى تقنين وضعه ويقول ان الراجل ده مكانه هنا قبل كردون المدينه ما يخش عليه، فبالتالي يبدا يتعامل معانا رسمي، نبدا نعمل له عقود ملكيه ونحل مشكلته يعني. طب يا فندم، بالنسبه للنجوع اللي داخل التغطيه تبع حضرتك اللي ليهم برضه حقوق في يعني توفير الخدمات ليهم، هل في امكانيات وميزانيه سامحه للناس دي في النجوع انها تتم فعلا توفير خدمات ليهم؟ يا فندم الخدمات موجوده في المدينه بالكامل، احنا عاملين خطه للمدينه بالكامل شغالين فيها بالاحياء، كل حي وكل مجاوره معمول لها خطه عارفه هتخلص امتى. المنطقه دي مش محطوطه لانها لغايه دلوقتي منطقه عشوائيات. لا انا بتكلم عن المناطق اللي هي حضرتك بقى داخل الخطه زي نجع نواره مثلا، المكان بتاعهم مقيمين فيه بالفعل، وحضرتك في خدمات المفروض ان الدوله او المسؤولين يقوموا بتنفيذها يعني تجاه المواطنين. هي نفس الوضع، احنا بنتكلم عن نفس الوضع، ان في تعديات تعديات كل النجوع فيها تعديات، ما فيش تقنين ليها. هي لما تقنن اكيد هيبقى خدماتها موجوده، لكن انا هقنن له، انا هدخل له خدمات ازاي زي الطرق والميه والكهرباء وهو لسه مش مقنن. يبقى يا فندم ما فيش حل غير ان احنا نقنن اوضاعهم ونشوف حل بعد كده نعمل يا اما بالملكيه يا اما بنزع ملكيه، يا اما الموضوع يتحل ان يتملك الارض دي ان احنا او ننزعها ياخد مكان بديل يعني. شكرا يا فندم. في النهايه بنشكر سياده العميد مهندس احمد دسوقي رئيس جهاز مدينه برج العرب. شكرا يا فندم.